هانئا للجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف دون مقابل، ويبقي على حظوظه وأماله في التأهل إلى دور 16. مباراة كانت جميلة، فيها ندية، فيها متعة، فيها فرجة. هادو هما الماتشات اللي خصنا نبقاو نشاهدوهم يعني في دوري الأبطال. شبيبة القبائل كتلعب كرة حديثة، كرة يعني جميلة. كذلك الجيش كيدير كل شيء كما قلنا، ما ينقصه هو النجاعة الهجومية. الجيش كيدور الكرة، كيلعب الكرة، لكن بدون تسجيل الأهداف، وهذا مشكل في حد ذاته. فخص المدرب يخدم على هذه النقطة هذه، يعني في قابل الأيام ما خصناش يعني تكون عندك يعني داك النقص في النجاعة الهجومية. دور الكرة، دير كل شيء، تبني هجمات، تلعب على الأطراف، لكن في العمق ما كتقدرش أنك يعني دير شي هجمات اللي هما خطيرين تقدر تجيب منهم جول. يعني كتبقى تلعب برا الكاري دي زويت بدون خطورة، وهذا مشكل. وكذلك غياب الجماهير أثر على اللقاء، يعني أثر على المباراة بصفة عامة. يعني كنا لو كان الجمهور كان غادي يخلينا نشوفوا واحد الندية كبيرة، ونشوفوا واحد الجرينتا والروح القتالية بالنسبة للجيش ولا كذلك لشبيبة القبائل، لأن الجمهور كيعطي واحد طعم وكيعطي واحد الحماس للاعبين وكيخليك تشوف مباراة مغايرة. ولكن كما شفنا اليوم يعني مباراة بدون جمهور خلتنا نشوفوا بأن الإيقاع شوية بطيء. فكنتمنى يعني أن الجيش الملكي يزيد يخدم، يزيد يطور من نفسه، عنده لاعبين، عنده إمكانيات، خاص غير الخدمة. إن شاء الله لما لا يتأهل الدور 16 ونشوفوا الجيش الملكي اللي كنا كنعرفوه، الجيش الملكي اللي كنا كنعرفوه، الجرينتا والروح القتالية والعودة إلى الألقاب. وهارد لك لشبيبة القبائل. شبيبة القبائل فريق مميز، فريق عنده لاعبين ما شاء الله، يعني كيلعبوا كرة باش عجبوني الكرة، كنشوف الكرة، هذا هو الأهم.